هي ايه عقدة ميسي في دوري الابطال؟ خلاص ما بقوش بيحبوا بعض نهائي. ميسي اخر بطولة دوري ابطال توج بيها كانت سنة 2015، ومن وقتها وحتى وقتنا هذا ميسي لم يفز بيها. تغيرت القمصان ولكن المقولة واحدة: ميسي المتخاذل. من فترة قصيرة جدا ميسي كان متخاذل مع المنتخب لانه ما كانش لسه اخد كاس عالم، وبعد ما اخد كاس عالم اخترعوا له حجة جديدة، بقى متخاذل مع الفرق، وبقى بيقولوا عليه يا سلام لو يبقى مع الفرق زي ما كان مع المنتخب كده. خلينا متفقين مع بعض ان ميسي ليه كارهين كتير جدا، وكمان ليه محبين اكتر. المحبين بيقولوا ان هو خلاص قفل اللعب وانه مش محتاج دوري ابطال علشان يثبت انه من افضل اللاعبين في التاريخ. اما الكارهين فكده كده بيكرهوه حتى لو اخد 100 دوري ابطال اوروبا. فانت مين فيهم يا ابو الكباتن؟ اللي شايف ان ميسي اسطوره ومش محتاج القاب تانية، ولا شايفه ان ميسي متخاذل؟ رسميا ليفربول بيعلن عن اطلاق فيلم وثائقي بطوله محمد صلاح وستيفن جيرارد. اعلن ليفربول بيان رسمي بيعلن فيه عن اطلاق فيلم وثائقي جديد من بطوله محمد صلاح وستيفن جيرارد. الفيلم بعنوان وين ستيف ميت صلاح، يعني عندما التقى ستيفن بصلاح. طبعا صلاح نجح في تحطيم الارقام القياسيه، ولسه من كام يوم بقى الهداف التاريخي للنادي في الدوري الانجليزي، متفوقا على روبي فاولر ب 129 هدف، بينما ستيفن جيرارد يعتبر اسطوره من اساطير النادي. فهل محمد صلاح فعلا يستحق ان هو يكون اسطوره ليفربول؟ ميسي وعدني بالحصول على قميصه ولكن لم اجده. هل ميسي فعلا تهرب من جمال موسيالا علشان ما يدهوش القميص بتاعه؟ صحيفه بيلد الالمانيه وضحت الموضوع ده، ان جمال موسيالا بعد نهايه المباراه راح لميسي وطلب منه القميص بتاعه، ولكن ميسي وعده ان هو هيديله القميص ولكن في غرف الملابس. وقالت الصحيفه كمان انه بالفعل جمال موسيالا راح لميسي في غرفه الملابس ولكن ما لقاش ميسي خلع منه يعني. وصرح جمال موسيالا في تصريحات تلفزيونيه بعد الماتش وقال: ميسي وعدني بالحصول على قميصه ولكن لم اجده. نجم ريال مدريد معروض على ليفربول وبرشلونه مجانا. وضحت صحيفه AS الاسبانيه ان عقد اسينسيو هينتهي مع الملكي في اخر الموسم الحالي. طبعا ريال مدريد عرض على اسينسيو التجديد، بس المفاجاه ان اللاعب رفض. وعلى ما ذكرت الصحيفه ان اللاعب ما عجبوش بعض الشروط وبالاخص الفلوس، لان الراتب الجديد كان قليل. وذكرت الصحيفه ان وكيل اعمال اللاعب خورخي مينديز عرضوا على بعض الانديه الاوروبيه للي عاوز يوقع معاه، وابرز المهتمين يا ابو الكباتن كان نادي برشلونه وليفربول. فهل ممكن نشوف اسينسيو بيرحل عن ريال مدريد وبيرتدي قميص برشلونه او ليفربول؟